هنتكلم النهارده مع بعض على مقدمه عن الليفل الثاني الخاص بالكونسبشوال فريم ورك. احنا قلنا الليفل الثاني بيتكون من شقين كبار اللي هم ايه؟ اللي هم الاليمنتس والكواليتيتيف كاركترستكس. دي بيسموها كده الفاندامنتال اليمنت. يعني ايه؟ يعني ده الاساس، ده الشغل المهم اللي احنا هنشتغل عليه. والليفل الثالث على فكره برضو مهم، بس ده بيسموه الفاندامنتال الكواليتيتيف كاركترستكس والاليمنتس. طب ليه مهم؟ تعالى كده نفترض مثلا ان شركه عندها اصول عندها اسيتس. الاسيتس ديت قيمتها الدفتريه، يعني انا اشتريتها زمان في سنه 2000 مثلا، مثلا ليكن ب 100 مليون دولار. دي في سنه 2000 قيمتها دلوقتي مليار، 9 اصفار حاليا 2027 مثلا. قيمتها دلوقتي كام؟ 9 اصفار، وهنا 100 مليون. اسجلها بانهي قيمه؟ بالمليار اللي هي قيمتها الحاليه، ولا بال100 مليون اللي هي قيمتها ساعه ما احنا اشتريناها؟ فطبعا هنا احنا دخلنا في ديبيت، دخلنا في نقاش، دخلنا في جدال. مين اللي يسجل؟ المحاسب اللي يسجل بايه؟ لا، نرجع للمعايير. طب المعايير بتتعمل ازاي؟ عن طريق الكونسبشوال فريم ورك. طيب شركه مثلا عندها اكتر من شركه، زي شركه بيبسيكو مثلا. شركه بيبسيكو عندها عندها 4 مثلا قطاعات كبيره. عندها بيفرج، بتقدم سناكس، حاجات، وبتقدم حاجتين كمان. فانا لما اجي اعرض شركه بيبسيكو، اعرضها بالشكل ده، دي شركه ودي شركه ودي شركه ودي شركه، ولا اعرضهم الاربعه على بعض؟ ما انا شركه واحده، كيان واحد، بس دي شركه ودي شركه ودي شركه، دي بتقدم مشروبات ودي بتقدم سناكس. انت هنعرضها ازاي؟ نعرض شركه بيبسيكو دي على الاربعه، ولا نعرضها في واحده، في تقرير واحد؟ فدي ايه ودي ايه؟ ده مين اللي يقول الكلام ده؟ المعايير. طب انا ارجع، المعايير بتتعمل منين؟ من الكونسبشوال فريم ورك. فيبقى هنا الوضع ايه؟ يبقى هنا الوضع ان انا لازم افهم ان انا هيقابلني شويه مشاكل وانا بسجل. والشركه الكومباني لازم تاخد قرارات في حاجات معينه. يعني الشركه الكومباني ديسايد، لازم تقرر انها تستخدم انهي اكاونتنج ميثود. لازم تختار اكاونتنج ميثود. ما هو في قواعد محاسبيه كتير، ما احنا عرفنا ان المخازن بتتقاس مثلا باللايفو او الفايفو او الويتد افريج. اختار انهي؟ يبقى الشركه لازم تختار. ما هو ده مسموح وده مسموح وده مسموح مثلا، رغم ان اللايفو مش مسموح، بس الشركه لازم تختار انهي قاعده محاسبيه اشتغل بيها. فانا لازم اعرف ده. لازم اعرض ايه هي الاماونت اند تايب. ايه الاماونت اند تايب اوف انفورميشن؟ لازم انا اللي اختار اماونت اند تايب of information. لازم اقول ايه هي الكميه وايه انواع المعلومات اللي انا لازم افصح عنها، ان انا لازم اقولها للناس. يبقى انا لازم اعرف ايه هي الاماونت، ايه الكميه، ايه الانواع اللي انا لازم اقولها للناس. يعني مثلا انا عندي مخازن اهي. المخازن دي اهي، ممكن اقول انا عندي مخازن ب 20 مليون، وممكن اقول لا انا عندي بنود مخازن اهي، بند وبند وبند وبند، ده رقم وده رقم، يديني في الاخر 20 مليون برضه. يبقى هنا دي amount of information، انا اديته معلومات اكتر هنا. بس هي فهنا فمين اللي يقول الكلام ده؟ المعيار. طب مين اللي بيعمل المعيار؟ الناس اللي بتعمل اللي بيعمل المعيار هو الناس اللي بتعمل اللي عن طريق الكونسبشوال فريم ورك، هو اللي يحدد الاماونت والتايب اوف انفورميشن تو بي ديسكلوزد، اللي انا افصح عنها للناس، للجمهور. فانا لازم اعمل حاجه زي كده. والشركه لازم تحدد كمان الفورماتنج اللي هتطلع بيه التقرير. يبقى الشركه لازم تحدد 3 حاجات: ايه هي الاكاونتنج ميثود اللي هتختارها، وايه هي الاماونت اند تايب اوف انفورميشن اللي هتطلعها للناس، وانواعها ايه واشكالها ايه، ولازم تحدد الشكل العام بتاع التقرير عامل ازاي. فالشكل ده مهم جدا. فطالما انا هقرر الحاجات دي بناء على ايه بقى؟ اخد قرار والكلام ده بناء على ايه؟ بناء على الاندرستاندابيلتي اند كونفيرم والكونفيدنس. لازم ادي اندرستاندابيلتي للراجل اللي بياخد قرار، اللي هو الانفستور والكريديتور، ان هو اللي هو ياخد قرار، اديله اندرستاندابيلتي، افهمه الحاجه ديت. فانا اختار القاعده المحاسبيه اللي هتفهمه افضل تفهيم، اختار الاماونت والتايب اوف انفورميشن اللي هتخليه يفهم كويس ويستوعب، وتديله ثقه في الشركه، كونفيدنس، واديله الفورمات الملائم اللي هو يقدر يستوعب بيه التقرير ده كله. يبقى انا بختار القواعد ديت بناء على
الحاجه اللي هو الاساسيه، الاوبجيكتيف، اللي هو الهدف الاساسي ايه؟ ان انا اطلع تقارير ماليه للناس اللي هتاخد قرار. اللي هياخد قرار مين؟ اللي هو الانفستور والكريديتور. دول الناس اكتر ناس بتاخد قرار ان هم يضخوا لك فلوس في الشركه، علشان كده انت بتطلع لهم تقارير، بتختار القواعد الملائمه علشان الناس دي تستوعبها. اشوفكم الفيديو اللي جاي.